الإمبراطورة أوجيني مرات نابليون الثالث إمبراطور فرنسا ربطوا اسمها بالخديوي إسماعيل لما حضرت حفل قناة السويس، وقالوا عنهم إن كان في قصة حب بينهم. الموضوع كان قديم جدا. الخديوي إسماعيل كان بيدرس وهو صغير في فرنسا، كان اتعرف على أوجيني وحبها لكن ما اتجوزوش، وبعد فترة نابليون اتجوزها وبقت إمبراطورة فرنسا. الخديوي إسماعيل بعد ما عرف استغل الفرصة علشان يبعت لهم دعوة لحضور حفل افتتاح قناة السويس، واتقال وقتها ان الامبراطورة اوجيني كانت سبب في ديون مصر، لان الخديوي اسماعيل عمل لها قصر مخصوص في الزمالك علشان تقعد فيه طول فترة الزيارة، ده غير كمان الحديقة اللي اتعملت لها مخصوص علشان تتمشى فيها بس. وقبل ما تمشي جهز لها هدية الوداع، عبارة عن غرفة نوم من الذهب الخالص وعليها ياقوتة حمراء منقوش عليها: عيني على الأقل ستظل معجبة بك إلى الأبد.